علشان نعرف ليه في ناس بتقول ممكن يحصل حرب عالمية ثالثة، يبقى لازم نعرف أصلا إيه سبب الحرب العالمية الأولى. ولن تتخيلوا إن السبب في الحرب دي شخص واحد، بني آدم. المنيل ده مات بسببه 20 مليون بني آدم من عساكر ومدنيين، ده غير الجرحى. في يوم أخبر ملوش ملامح، يوم 28/6/1914 ولي عهد النمسا فرانتس فرديناند صحى من النوم، قال لمراته صوفي: ايه رأيك اما فسحك يختي النهارده؟ قالت له: ماله يا اخويا؟ خدها بالعربية المكشوفة بتاعته، ويا ريته ما خدها. وهم ماشيين في مدينة سرابيو عاصمة البوسنة، جه شاب عنده 19 سنة اسمه غافر ييلو برانسيب، سربي من البوسنة. راح قتل ولي العهد فرانتس فرديناند ومراته، طبعا قتلهم بالرصاص. طبعا الإمبراطورية النمساوية اتهمت صربيا إن هي اللي نظمت الاغتيال ده، اعتبرت إن الاغتيال ده إعلان حرب. مفيش يا اخواتي شهر والدنيا قامت ما قعدت، راحت النمسا أعلنت الحرب على صربيا. روسيا بقى تسكت؟ أبدا، راحت حاطة قوات على حدود النمسا. ألمانيا تسكت؟ لا، ما هي هيصة بقى، كل واحد كان مخنوق من التاني وساكت، قال ينفجر في اللحظة السوداء دي. ألمانيا تعلن الحرب على روسيا وفرنسا كمان. يلا بقى إن شاء الله ما حد حوش. عدى كام يوم وبريطانيا قالت وربنا ما أنا ساكتة، راحت أعلنت الحرب على ألمانيا. جه بقى رئيس أركان الجيش الألماني وعمل خطة عشان يغلب الجيش الفرنسي والروسي في وقت واحد مرة واحدة. الناس دي بتاخد بالزوفة. أحارب بلد واحدة؟ أبدا ما يحصل. الناس تقول عليا إيه؟ أحارب دولتين عشان أبقى ماشي كده والناس تشاور عليا وتقول اللي حارب دولتين أهو. عشان ألمانيا بقى تحارب الدولتين دول في وقت واحد مع بعض، تعمل إيه؟ بعتت برقية للحكومة البلجيكية تقول لها: ممكن الجيش بتاعي يعدي من عندك لو ما فيها استقالة دم. راحت بلجيكا كبساها، قالت لها: لأ ما ينفعش يا ألمانيا، أبو تقل دمكم. ألمانيا زعلت: انت يا بلجيكا ترفضيني؟ طيب. راحت ألمانيا غزت بلجيكا عشان تجبر الجيش الفرنسي والبريطاني والبلجيكي إنهم يتراجعوا عن الحرب، علشان لو ما تراجعوش ألمانيا هتستولى على باريس. الحكومة الفرنسية ذكية، راحت نقلة نفسها لمدينة بوردو، والجيش الألماني وقتها بعد عن باريس علشان يكمل حصاره على الجيش الفرنسي. يروح الجيش الفرنسي يعمل ايه؟ يهاجمهم من الأطراف حواليهم يعني، وبكده أجبر الجيش الألماني على التراجع بس ناحية الشمال. وده كان دليل على فشل خطة عم شيلفن رئيس أركان الجيش الألماني. ألمانيا حست إنها كده فشلت، تسكت بقى؟ لا، لازم تعمل حاجة. قالت تستولى على الموانئ الاستراتيجية زي ميناء كاليه وميناء دونكريك وميناء بلوني علشان يقطعوا الامدادات البريطانية، وبكده جيش بلجيكا يا عيني ما يقدرش يقاوم تقدم الجيش الألماني. وفضلوا بقى كده 4 سنين، شوية ألمانيا تحارب روسيا، وإيطاليا دخلت تحارب النمسا والمجر. طبعا تاخد أي حاجة هي كمان أرض زيادة، ما كله هات بقى لمصلحته. واليابان أعلنت الحرب على ألمانيا، وبلغاريا وقفت جنب النمسا. حتى أول معركة جوية كانت في الحرب العالمية الأولى بين ألمانيا وفرنسا. المهم نطلع من الحوار ده كله بإيه؟ إن النفوس قلابة، وممكن شخص بكلمة أو بفعل يقلب الدنيا بحالها.